الله الرحمن الرحيم. حملة تمرد بدأت يوم 6/5 مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر. حتى الآن في المحافظة مدينة الغردقة فقط جمعنا حوالي 4750 استمارة تمرد على سحب النظام من سحب الثقة من نظام الإخوان. باقي المدن في ناس لينا بتشتغل هناك، بس أعداد مش هنقدر نذكرها حاليا. يوم الأحد بإذن الله في مؤتمر صحفي حملة تمرد على مستوى الجمهورية، هنبعت لهم كل الاستمارات اللي معانا وهنختار كل الأعداد في كل المدن. مدينة الغردقة طبعا مدينة سياحية، فدي كانت يعني من أكثر المدن اللي هي متمردة على النظام الحالي بتاع الإخوان، لأنه السياحة مضروبة بشكل. في أحزاب شاركت معاكم؟ في أحزاب شاركت معاكم؟ لا، في أحزاب انضموا معانا، في أحزاب شاركت وانضمنا معانا زي حزب الدستور وحزب المصري الديمقراطي وحزب مصر الأحرار. بس في الحملة التمرد احنا نازلين باسم الحملة مش باسم أحزاب أو حركات سياسية. طبعا شارع شيراتون المشهور طبعا في الغردقة كله بازارات سياحية، والناس كل شغلها في السياحة. يعني كانوا بيستنجدوا بينا، كانوا بيستنجدوا بحملة التمرد لأنهم خلاص يعني السياحة ما فيش سياحة في الغردقة، وبإذن الله نظام تستقبل إن شاء الله. استهدفتوا الميادين والشوارع في الغردقة؟ طبعا رحنا ميادين كثيرة زي مدينة السقالة، وانطلقنا الجروب بتاع الحملة كله انطلق من ميدان السقالة مرورا لغاية شارع شيراتون. جمعنا في اليوم ده عدد لا بأس به. النهارده طبعا يوم الأحد، أول امبارح يوم الخميس اللي فات كنا في الممشى السياحي. قعدنا لمدة ساعة ونص، جمعنا في الممشى السياحي فقط 1000 استمارة. 1000 استمارة تمرد ضد النظام. وحاليا احنا في نظام سهار، يعني برضه نكون في كل مكان في الغردقة، لأن الناس بتكلمنا بتبقى عايزة توصل لنا وبنساعدهم. يعني تقريبا كل يوم في ارقام تليفونات معينه الناس بتتصل عليكم؟ في ارقام معينه على صفحه التمرد الرئيسيه. انا علاء حامد منسق الحمله، ومعايا الاستاذ علي منسق الحمله برضه. هنا ارقامنا على الصفحه الرئيسيه، وفي صفحه تمرد البحر الاحمر على الفيسبوك فيها كل ارقام كل المدن المحافظه. يعني بنتمنى من جميع في حاجه. أنا عايز أضيف إن إحنا انتقلنا لمجموعة فنادق في الغردقة، مجموعة بريميوم للفنادق السياحية. كانت حوالي 5 فنادق سياحية، موضوعنا توقعات هناك شيراتون وبريميوم، وموضوع توقعات الناس استقبلونا بكل ترحيب، وكانوا فعلا عايزين يوم توقعات وكانوا مستنيينا. في ناس كتير بتدعونا إن إحنا نروح لها، وإحنا إن شاء الله الفترة الجاية هنذهب لأماكن جديدة وهنروح الجونة وسهل الحشيش، وفي ناس شغالة إن شاء الله في الثلاجة، وإن شاء الله نوصل لكم أكبر من البحر الأحمر كله.